هدف الفيديو ده بالنسبه لي ان انا عايزه اشيل الصوره النمطيه، ان مش لازم عشان انت تطور مهاراتك وتتعلم حاجات جديده ان انت تفضل قاعد على المكتب لساعات طويله وبملل. الفيديو اللي فات قلنا ايه اهميه انك تتعلم لغه، لو انت طالب او حد بيشتغل او حد ما عندوش وقت ازاي تقدر تدرس لغه بطريقه فعاله من غير ما تاخد وقت كتير من يومك. والطريقه دي هي برومودورو تكنيك اللي مش هتاخد من يومك اكتر من 25 دقيقه. فالفيديو ده هيبقى عامل ازاي انا كطالبه لسه بتدرس في الجامعه بحاول اطور 5 لغات وبحاول احفظ القران من غير ما ادفع اي حاجه ومن البيت. مثلا انا النهارده ما عنديش جامعه بس ورايا 3 حاجات. اول حاجه عايزه اخلص حفظ سوره الرحمن، عايزه اراجع على العبري، وعايزه اذاكر كلمات جديده من الالماني. حلاوه الفلوج ده كمان ان هو هيوري لكم ان المذاكره مش لازم ان انت بس تبقى قاعد على المكتب لساعات طويله وتبقى زي ما بيقولوا نيرد، مع اني ما بشوفهاش شتيمه بس في ناس بتحس ان الكلمه نفسها ممله. ازاي تقدر تعمل كل حاجه وراك وانت مبسوط وبتخرج وفي البيت وكل حاجه، وده اللي هيحصل في الفيديو ده ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا شايفه الفيديو ده تحدي ليا انا نفسي، لان انا لسه مخلصه امتحانات الميد ترم، مش قادره ابص في كتاب، مش قادره اعمل اي حاجه، وعايزه اخرج ولابسه جاهزه بلبس الخروج. بس اللي انا عايزه اعمله النهارده ان انا عايزه ادمج المذاكره والحاجات اللي ورايا بالوقت اللي انا هتبسط بيه في اليوم. هنشوف الكلام ده هيحصل ازاي بقى. حاجه كمان مش عايزاكم تتخضوا لما تلاقوا اللي قدامكم بيقول ان هو هيعمل حاجات كتير النهارده وانتوا شايفين ان انتم مكسلين وقاعدين في السرير مش قادرين حتى تخلصوا الديدلاين اللي وراكم. انا نفس القصه، وكل الناس اللي بتطلع تتكلم معاكم نفس القصه. هي الفكره ان انت تفضل تجرب تكنيكس وتشوف ايه اكتر واحد نافع معاك ونافع مع ظروف حياتك ونافع مع دماغك، وانت بتفضل تجرب ايه اللي بينفع في يومك لحد ما تلاقي ان الحاجه دي ظبطت معاك، وده اللي بيقومك من السرير. فاحنا في السلسله دي ان شاء الله عايزين نفضل نجرب تكنيكس لحد ما تشوف ايه المناسب ليك. ولو عندكم اي تيبس او تكنيكس تقدر تساعدني في المذاكره يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس ونجربها سوا في الفلوجز الجايه. في الايام اللي انتوا عندكم فيها شويه وقت ممكن تعملوا برومودورو تكنيك كذا مره. فانا النهارده ان شاء الله هعمل برومودورو تكنيك مرتين مع سوره الرحمن عشان اضمن ان انا اخلصها، وكمان عشان انا لسه عندي وقت. في مره اوريدي عملتها الصبح. برومودورو تكنيك واحده من الحاجات اللي فعلا اثر فيها عليا ان هو بيحول لكم المذاكره او الحاجه اللي وراكم لعاده، ان انتوا اليوم مش هتقدروا تخلصوه غير لما تخلصوا الحاجه دي. واحدة من الحاجات اللي هتوقف لكم تقدمكم في أي حاجة بتعملوها وهتجيب لكم إحباط هي إن انتوا تحطوا أهداف غير واقعية زي اللي أنا عملته امبارح. تقولوا لي امبارح ازاي، هو مش التحدي ده كان ليوم واحد ومفروض كان يخلص امبارح؟ أقول لكم وهي دي فكرة ان انا حطيت اهداف غير واقعية تماما لليوم، مع ان انا بعمل نفس البلان في ايام تانية وبتنجح معايا، بس امبارح كان غير واقعي تماما ان انا احط البلان دي مع اليوم. اقول لكم ليه. امبارح انا بدات التشالنج معاكم الساعه 1 الظهر، وامبارح كان اول يوم صيام ليا، وانا في اول يوم صيام ليا ما ببقاش مركزه ومش بقدر ان انا احط بلانز كتيره لليوم، ففعلا اليوم ما كانش فيه وقت خالص للحاجات اللي انا عاملاها. بس مع كده انا حافظت على واحده من البرومودورو تكنيك 25 دقيقه وانا بحفظ سوره الرحمن، وانا بره كنت عماله اراجع برضو. بس في الاخر البلان ما اتنفذتش. احنا مش هنقفل الفلوج ده غير لما نخلص البلان كامله في يوم واحد. سبحان الله، انا من اول الفيديو كنت عايزه اتكلم اصلا عن مبدا، وتقريبا هو حصل في الفيديو كاشاره من ربنا، وهي كانت جمله السلف بيقولوها: عرفت ربي بنقد العزائم. يعني انا ممكن النهارده اكون محدده حاجات كتيره قوي ان انا اخلصها، واكون خلاص ناوي ان شاء الله انا هخلص كذا وكذا وكذا وكذا، عماله اعد فيهم، في الاخر ما اعملش اي حاجه من دول او ما اخلصهمش. فجمله عرفت ربي بنقد العزائم يعني ان انت ممكن يكون عندك عزيمه لحاجه وعارف ومتاكد ان هو خلاص انا هخلص الحاجه دي النهارده، في الاخر تلاقي ان انت ما خلصتهاش، وهنا بتفتكر ان فعلا انت مش هتخلص الحاجه غير في الميعاد اللي ربنا كتب لك ان انت تخلصه فيه، وان ربنا اللي بيوفقك، وان الموضوع مش بشطارتك، ان التوفيق في الاول وفي الاخر من ربنا. وعشان كده اول حاجه تعملها قبل ما تبدا في البلان بتاعتك مش ان انت تخطط ومش ان انت تعمل الكلام ده كله، ان انت تستعين بربنا وتساله ان هو يبارك لك في وقتك ويوفقك في الحاجه اللي انت بتعملها. فباذن الله النهارده ان شاء الله مش هنخلص اليوم غير لما نخلص البلان اللي عندنا بتوفيق ربنا. ودلوقتي هنبدا بمذاكره الالماني، وفي النص هقول لكم على تكنيكس وويب سايتس هيساعدوكم جدا في المذاكره. دلوقتي انا اتعلمت كلمات جديده، عشان ما انساش الكلمات دي محتاجه ان انا اوظفها في جمل مفيده وافضل استخدمها طول اليوم. ازاي هوظفها في جمل؟ حاجتين: يا اما تكونوا الجمل يا اما الجمل تبقى جاهزه. لو انتوا عايزين الجمل جاهزه الويب سايت ده ليكم. الويب سايت اسمه Zetsumitwörter، موجوده على جوجل، وهسيب لكم كمان اللينك في الانستجرام. اي كلمه انتوا عايزينها في الالماني بيطلع لكم جمل ليها، والحلو كمان انه بيقول لكم مستوى كل جمله، ولو دخلتوا على الجمله بيجيب لكم موقع كل كلمه، وده هيساعدكم جدا في مذاكره الجرامر. ودلوقتي هكافئ نفسي زي ما قلنا، لازم بعد كل 25 دقيقه تكافئوا نفسكم عشان دماغكم تربط المذاكره بالانجاز وبحاجات حلوه كده. فانا هكافئ نفسي بكورونا دارك شوكليت، هاخد منها بار واخد بعدها بريك كمان، وكمان شويه ان شاء الله نكمل. ودلوقتي خدنا البريك والجايزه، هنكمل في حفظ سوره الرحمن. أم للإنسان ما تمنى
فلله الآخرة والأولى. خلصت الحفظ الحمد لله، ودلوقتي هكافئ نفسي بان انا هتمرن وهكلم صحابي. خلصت حفظ وعايز تسمع لحد بس مفيش حد تسمع له، شوف الابلكيشن ده. الابلكيشن مجاني، بس لو انتوا عايزين النسخه المدفوعه منه دي بتصلح لكم التجويد، شبه ليزر النينجا. تيب صغيره في المذاكره بتساعدني جدا ولحقتني دلوقتي من اللخبطه اللي انا كنت هلخبطها في حفظ السوره. هوريها لكم. بص انا الحمد لله حفظ سورة الرحمن سهل جدا بالنسبة لي لحد ما وقفت ولمن خاف مقام ربه جنتان. احنا نقدر نقسم الحتة اللي انا متلخبطة فيها دي لقطعتين، اول قطعة ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقطعة التانية فين القطعة التانية؟ والقطعة التانية ومن دونهما جنتان. ده القسم الأول كتبته تحت بعض، والكلمات اللي أنا بنسى معناها كاتباها تحت. وده القسم التاني. فلو انتوا عايزين تحفظوا أي حاجة بشكل أسهل اعملوا مايند مابس وشوفوا المتشابهات، بس حاسبوا في المتشابهات إن هم يخشوا في بعض، حاولوا تعملوهم زي جدول. دلوقتي انا كنت جايه اصلي المغرب، لقيت المسجد مقفول او في عزا في حاجه عامه، فاصلي وبعد كده ممكن ان شاء الله اروح كافيه على الروف اكمل فيه مذاكره العبري. اقول حاجه صغيره ان المكان اللي انا كنت رايحه اذاكر فيه المابس ما اشتغلتش ومش لاقياه، فبداله رحت الابراهيميه. انا هبسط نفسي دلوقتي ولما ارجع اذاكر جامد قوي قوي ان شاء الله. وعامه احنا كده خلصنا اغلب البلان، انا كده خلصت الالماني وسوره الرحمن، فاضل لي العبري. كده الحمد لله نكون نجحنا في التحدي. اكتبوا لي التحدي الجاي عايزينه يبقى ايه. هيجي عليكم ايام كتيره هتبقى متلخبطه، بس مع كده لازم نحاول نعمل وقت في اليوم حتى لو وقت قليل عشان نطور من نفسنا. لو عندكم اي اسئله او طرق بتساعدكم اكتبوا لي في الكومنتس، واستنوا سكر فلوجز كل جمعه.